الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل قمر الدين. كل سنه وحضراتكم طيبين. زي ما حضراتكم شايفين شكله طالع جميل جدا، وحاجه عاملينها على ايدينا. كل اللي احنا عاوزينه كيلو مش متفصص، بس مغسول نضيف ومفصصينه من الحب اللي فيه. عندنا ميه مغليه، هننزل بالمشمش فيه 3 دقايق بالظبط، او غلوة واحدة بس. يعني اول ما يغلي زي ما حضراتكم شايفين كده، خلاص كده هنطفي النار، نرفعه من على النار ونصفيه ونضربه في الخلاط. هننزل بالمشمش المضروب في الخلاط في حلة التسوية، ونكمل الجزء اللي باقي. بعد كده هنضيف عليه 2.5 كوب سكر على المشمش المضروب، وعندنا نضيف نص كوب عسل جلوكوز، وناخد الخليط ده ونرفعه على النار متوسطة مع التقليب طبعا المستمر. عندنا مدة تسوية نص ساعة على نار متوسطة، وطبعا تكون ايدينا فيه على طول علشان ما يجروش حاجة من القعر بتاعه. حضراتكم شايفين المشمش كده اتركز. قبل ما ننزله هنضيف عليه ليمونة كبيرة، عصير ليمونة كبيرة، وحضراتكم شايفين اهوت شكله اتركز بأكتر كثافة، وده شكله النهائي بقى مركز اكتر وتقيل وشكله ممتاز. ده اختبار التسوية، لما اعمل خط كده وما يرجعش تاني. بعد كده هناخده، عندنا طريقتين للحفظ، اما نحفظه كده نحفظه بشكله السائل، ده شكله النهائي ما شاء الله مركز وجميل، او ناخده نفرده في صينية، وطبعا تكون الكيس اللي مفروض عليه مدهون بمادة دهنية. هنسيبه اول يوم، وبعد كده نطلعه في الشمس ومغطينه بشاشة 3 ايام في الشمس، وده شكله عندنا في كلتا الحالتين. بعد 3 ايام حضراتكم شايفين شكله ممتاز مركز، وحاجة شكلها ما شاء الله مبهر جدا. وما شاء الله شايفين لون المشمش حلو جدا ازاي، حاجة احسن من اللي احنا بنشتريها من بره، ومضمونة ونضيفة ممتازة ومش مكلف. وشكله جميل جدا، بالهنا والشفا. وطبعا اذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الاشتراك وتنورونا في القناة، والصحة وعافية، وصلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.